اهلا بيكم على الطبيعي، معاكم كريم عبد القوي. واحمد جمال. طبعا انتم متعودين ان دايما دكتور رامي هو اللي بيبدا الحلقه وبيقول معاكم رامي طارق. بس المره دي احنا اللي معانا رامي طارق. النهارده دكتور رامي معانا عشان يحكي لنا قصه البرنامج. وفكرته وازاي بدا وايه رايته ان يعمل حاجه مختلفه تماما ومحدش فكر فيها قبل كده في مجال العلاج الطبيعي او في المجال الطبي عموما. في الواقع دكتور رامي اصر انه ما يطلعش لوحده في الحلقه، وكل فريق العمل يطلع معاه تكريسا لشغلهم وتعبهم. وبناء عليه لازم نبدا بتعريف نفسنا. انا احمد جمال، خريج كليه الاعلام جامعه القاهره ومدير انتاج برنامج على الطبيعي. انا كريم عبد القوي، دكتور العلاج الطبيعي جامعه القاهره والمنتج التنفيذي للبرنامج. الحقيقه انا عرفت رامي من حوالي 22 سنه، وكانت افكارنا التقت ان احنا نعمل حاجه فيري انوفيتيف ومحدش عملها قبل كده. وبدانا ان احنا نفكر ازاي نطور المهنه بتاعتنا، وبدانا في الشراكه بتاعتنا وعملنا اول عياده. كانت صغيره، بدانا ننجح نجاحات صغيره بس على مستوى بدايه خبرتنا في الحياه، وشويه شويه افكارنا تطورت وبدانا نفكر في فكره للبرنامج. الحقيقه كان رامي هو اللي بدا الفكره دي. اول مره قابلت دكتور رامي لما حكى لي فكره البرنامج، قال لي ان انا عايز انزل واعالج الناس في الشارع، ويعني نعمل حاجه مختلفه في الشارع لها علاقه بالطب. كانت في البدايه فكره مجنونه، وانا الحقيقه ما كنتش مؤمن بيها. أنا شُفتها بصراحة يعني كفكرة حلوة وتمام وجميلة، يالّا بينا نبدأ وننفّذ، بس بشرط لازم نعمل يوم test كده نجرّب نشوف يعني مدى التنفيذ ده على أرض الواقع هيبقى عامل إزاي. هل هيبقى عندك الجرأة إنك تنزل وتقف في الشارع وتتقمّص شخصية تانية خالص وتعالج الناس في الشارع؟ من حوالي 11 سنة أنا فعلًا سمعت الفكرة من رامي، وكانت فكرة أنا بالنسبة لي ما كنتش مقتنع بيها تمامًا، لإنها فكرة برّه الصندوق. كنت خايف منها، خايف إن أنا أعالج المريض في الشارع، هيتقال علينا إيه، هيلبس إيه، المريض هيقول إيه، إيه النتيجة؟ الحقيقة أنا ما كنتش مقتنع تمامًا، ولكن إصرار رامي اللي لقيته خلّاني إن أنا اقتنعت بالفكرة وآمنت بيها، وبدأنا إن إحنا فعلًا نبدأ نحطها على أرض الواقع. يعني أنا حاسسها حاجة صعبة التنفيذ ومحتاجة ممثل، يعني محتاجة واحد كده إيه، أولًا ما بيخافش وبيعرف يمثّل. فاتفقت قُلت له: "يا دكتور طيب إحنا يالّا بينا نبدأ، بس قبل أي حاجة خالص لازم نعمل test نشوف اللي حضرتك بتقوله ده هيبقى شكله عامل إزاي." لقيت إصراره، ولقيت إن هو ناوي يعمل حاجة جديدة. بدأت أفكّر إن إحنا نعمل فعلًا حاجة جديدة ما حدّش عملها قبل كده، وممكن تبقى booming وتطوّر من مجال العلاج الطبيعي والمجال الطبّي عامةً. لمّا جه يوم الtest ولقيت الدكتور داخل عليَّ بالعربية والدقن بقى وبتاع وبيتهيأ إنه يخش في الشخصية، يعني تمام خلّينا نشوف. الدكتور اختفى شوية ورجع لي بشخصية تانية تمامًا. يعني أصلًا من أول الشكل أنا مش عارف إزاي في دكتور وافق إنه يلبس كده ويقعد في وسط الناس كده ويتقمص الشخصية بالشكل ده، لدرجة إن إحنا يالّا بينا هنقعد هنبدأ. عالج يدوي، يدوي، حد تاني تمامًا، عالج يدوي، يدوي. إيه ده؟ ده دكتور رامي اللي كان معايا من شوية شخص تاني بجد. أنا استغربت، أنت عندك قدرات، يعني أنت بتعرف تمثّل ومقنع جدًا، وقعد ما فيش أي حد شَك فيه وتمام. قعدنا، أنا اتفاجئت جدًا بالأداء، والحاجة اللي أنا كنت عايز أعمل لها test اتأكدت منها كويس أوي إن الدكتور عنده قدرة إنه يقعد في الشارع يتقمص شخصية تانية تمامًا، ويطلع برّه شخصية دكتور رامي دكتور العلاج الطبيعي لشخصية أبو مصطفى بياع السِبَح الشيخ اللي بيعالج الناس بطريقة يدوي زي ما هو بيقول، والناس إزاي هتثق فيه بسهولة ويسلّموا نفسهم إن هو يعالجهم. ودي كانت أول حاجة تخلّيني أحس إن البرنامج ده هينجح وتمام. والحمد لله لاقت فعلًا إعجاب الناس، وبدأنا إن إحنا ننطلق ونبدأ نطوّر فيها ونطوّر أدائنا لحد ما وصلنا قدّام حضراتكم للمستوى ده. دايمًا كان أثناء تصوير الحلقات كل مرّة كنت باقول يمكن نُقف، يمكن مش هنكمّل، يمكن فعلًا الطريق بتاعنا مليان صعوبات كبيرة تخلّينا إن إحنا ما نكمّلش. كان في صعوبات كتيرة جدًا، إنه حرفيًا أي واحد ماشي في الشارع هييجي يقول لك: "أنت فاشل هنا ليه؟ أنت قاعد هنا ليه؟ إيه السرير ده؟ أنت بتعمل إيه؟" يعني حصل مضايقات كتيرة جدًا، وإزاي الدكتور أصلًا هيتقبّل كل المضايقات دي ويكمّل. كنت دايمًا برضه باقول وأنا قاعد ورا، يعني طبعًا قاعدين في كاميرات وبنصوّر من خلال فتحات صغيّرة كده وبتاع، عمّال أقول للدكتور دلوقتي هيزهق ويقول لي: "أنا مش هاكمّل البرنامج ده، أنا هامشي." طول الوقت في دماغي إن الدكتور هيقول لي: "أنا مش هاكمّل، أنا هامشي." في أيام تانية من التصوير لمّا بدأنا البرنامج يحصل مضايقات أكتر، نقعد يوم كامل نلِف على أماكن كتير جدًا ما يقابلناش ولا حد يوافق إن إحنا نصوّر معاه، نتنقل من مكان لمكان. يعني كَم المضايقات بجد كان مش طبيعي، وفي كل مرّة أول ما يحصل موقف زي كده أنا قُلت دكتور رومي هيقول لي: "يالّا نمشي، مش هنكمّل." الغريب إنه كان دايمًا بيكمّل وأصَرّ على وجهة النظر اللي كانت عنده للنهاية. والحقيقة إن أنا بصراحة والله في كل مرّة من المرّات بيقابلنا يعني مثلًا واحدة من ضمن الحاجات إن إحنا صوّرنا عدد كبير جدًا من الحلقات
منتجناها خلصناها، الدكتور خدها بص عليها قال لي يا باشا ارمي ده كله وهنبدا من الاول. بجد مستعد تعمل مجهود تاني وتصور تاني وتدفع تاني وتكلف تاني وتصور كل ده بجد؟ يعني انت يعني هي الفكره انت مصر على الفكره للدرجه دي؟ رامي اصر على الفكره وحب ان هو ينفذها على ارض الواقع، والحمد لله نجحنا. عايزين نقول لكم مهما كان حلمك صعب حققه وهتوصل باذن الله. تعالى بقى نجمع كل التصوير ده داخلي وخارجي، والناس اللي بيعالجها في الشارع والناس اللي هي اصلا رفضت التصوير خالص فاضطرينا ما نحطش الحاجات بتاعتها، نضرب ده كله في الخلاط، هيطلع شكله في النهايه عامل ازاي؟ ستيل برضه انا بقول ان الدكتور مش هيكمل. بصراحه احنا اتفاجئنا تماما في النتيجه النهائيه لما خلصت، ودي الحاجه اللي انا كنت دايما شايفها ان وجهه النظر المكتمله، يعني دكتور رامي كان دايما صوره البرنامج شكل البرنامج بالكامل في مخه. عايز اقول لكم دلوقتي ان انا بعد ما يعني شاركنا في كل الحلقات، انا الحلقات بتقابلني بقى بعد كده على السوشيال ميديا ريلز ومقاطع عاديه بقعد اتفرج عليها كاني واحد من الفانز عادي جدا. انا شايف الحلقه النهائيه اللي الحقيقه ما كنت شايفها وهي في البروسيس نفسها، بعد ما خلصت طلعت حاجه تانية تماما. وبجد دكتور رامي شخصيا اداني درس في الاصرار ان انت لو عايز تعمل حاجه وعندك وجهه نظر في حاجه كمل، لو قابلتك اي عقوبات اي صعوبات اي يعني التكلفه ارمي ده كله عيد من الاول. حتى لو مش كل الناس كانت مؤمنه بالفكره، حتى لو مش كل الناس كانت شايفه الفكره دي، انا عندي فكره وشايفها وهي كامله عامله ازاي. الناس اللي بتساعدني دي شافوها ما شافوهاش اقتنعوا ما اقتنعوش، انا الفكره بتاعتي بالصوره اللي في دماغي هعملها وهتتنفذ وهتطلع حلوه. وفي الاخر انا بجد لما الحلقات خلصت سقفت للدكتور، ولما شفتها على السوشيال ميديا كواحد من الفانز عادي جدا بجد عجبتني ومن قلبي والله بدون ادنى مجامله. شابوه دكتور رامي على الفكرة الجامدة جدًا دي، اللي ما كانش حد شايفها بالصورة الكاملة دي غير حضرتك، وكلنا في النهاية شُفنا الجمدان ده. ويالّا بينا نستضيف باقي فريق العمل. يلا بينا. كرسي بيه سيء. ممكن تعرّفنا بنفسك؟ أنا دكتور محمود شادي، دكتور علاج طبيعي خريج كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر، والسكريبت رايتر والشيف كوردينيتور لبرنامج على الطبيعي. كريم مجدي كاميرا مان. انا يوسف حمدي، يعني بيقولوا لي اورنج عشان مش عارف ليه بصراحه. فيعني شغال في مجال التصوير وبحاول ان انا اتخرج يعني لحد دلوقتي. أنا أخوكم دكتور محمد سعيد، ماركتينج كونسلتنت وخبرة 15 سنة في الماركتينج. محمود حسام، علاج طبيعي جامعة MTI ومساعد مخرج في البروجكت، ساعات مخرج يعني. انا الدكتور خالد عمر، السوشيال ميديا مانجر لصفحه على الطبيعي. اتعرّفت إزاي على دكتور رامي وإزاي بدأت شغل في الproject ده؟ اتعرفت إزاي على دكتور رامي؟ هي كانت بداية تبدو قاسية شوية في الأول. كنت بعمل انترفيو في العيادة فقالوا لي اونر المكان، فكان انا كنت قاعد وهو كان واقف فبص كده قال لي بص قدامك ايه، رحت عامل كده ساعتها. والله انا كنت شغال مع تيم جيمي، ودكتور رامي كان جاي يعمل بروجكت ده في الاستوديو. أنا رُحت العيادة في الأول كان ميعاد interviews، ناس كتير قاعدة، كل شوية حد يخش يطلع وشه أحمر، عينيه مدمعة. فأنا ابتديت قُلت أول واحد ده يمكن مش مذاكر، يعني دكتور رامي أنا رايح مذاكر، الراجل ده بتاع كذا وكذا، أنا عارف هو في حاجات هو اللي مؤسسها، هو اللي مدخّلها مصر، أنا عارفها ومذاكرها. عرفت الدكتور رامي طارق من خلال بدايته في عيادة ريكفري، كان في صديق مشترك ما بيننا وهو دكتور خالد عمر. انا كنت بحضر كورس للدكتور رامي من سنه تقريبا في فرع من فروع عيادات ريكفري سيتي اللي هو فرع المظة، اللي هو كورس بي جيمرز. وشدني بصراحه الكونتنت اللي كان الدكتور بيقدمه والطريقه اللي هو كان بيتكلم بيها، فقعدت اتكلم معاه كده بعد ما خلص الكورس بشويه. فانا اقترحت عليه يعني نعمل ميتنج، وانا كنت اصلا شغال في شركه ميديا زمان يعني، بس فاقترحت عليه نعمل ميتنج ونحاول ان احنا نطور المحتوى سواء للعيادات، لسلسله العيادات او للكورسات. ابتدينا مع بعض رحلة التسويق لريكفري. عرفت الدكتور رامي كشخص كمعلم وكدكتور وكحد عنده انوفيشن كبير جدا في المجال بتاعه. ده كان جوه الانترفيو. بعدين بره اصلا قبل ما ادخل الانترفيو كنت يعني في كذا حد مقدم، فاحنا قاعدين كلنا مع بعض، من ضمنهم ولد يعني هو كان حد بالنسبه لي غريب شويه، كان عمال يتكلم كتير قوي، ما بحبش حد يتكلم كتير. فشاء القدر ولسبب ما معرفش دخلت انا هو الانترفيو مع بعض. فاحنا قاعدين، هو قاعد قدامي، دكتور رامي بيسأل سؤال، قبل ما السؤال يخلص هو بيجاوب، فما عنديش اي فرصه اعمل اي حاجه في الحياه، انا خلاص بقى قاعد بتفرج عليه. ففي نص الانترفيو كده دكتور رامي افتكرني فبص لي كده قال لي ازيك يا محمود عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. بعدين راح كمل الانترفيو معايا عادي جدا.
خلصنا الانترفيو هو كان عمال يجاوب على اي سؤال. بعدين خلاص بقى هو كده اتقبل، بيجاوب كويس وبيتكلم وما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي. فابتدى واحد يطلع ده اكيد مش مذاكر، التانية تطلع مدمعه وباصه في الارض وحالتها صعبه، التالتة بقى لما طلعت انا قلت بس انا هاخد بعضي وامشي، انا مش هجيب لنفسي التهزيق وخلاص كفايه عليا كده. بعد كده قلت خلاص انا جيت، انا هدخل من باب ان انا اولا هبقى قابلت دكتور رامي، ثانيا ابقى اختبرت نفسي. دخلت اتفاجئت بحد في قمه اللذاذه والتعاون، وكان انترفيو رايح بطريقه لطيفه خالص، هو مش بيحاول يحسسني ان هو اشطر مني واكبر مني لأ خالص، بالعكس هو كان بيحاول يساعدني دايمًا. انتهى الinterview بدكتور رامي بيقول لي: "يا محمود حاجات بقى كتير ورا بعض كلّها مخيفة بالنسبة لي، هي ممكن تبقى تسعد أي حد، أنا اتخضيت." قال لي: "يا محمود أنا هاساعدك لو عايز تكمّل في الcareer الأكاديمي أنا معاك وهاساعدك، حابب تكمّل في الcareer الطبي أنا معاك وهاساعدك، حابب تكمّل في الcareer الإداري فأنا معاك وهاساعدك وهافضل واقف جنبك لحد ما توصل للحاجة اللي أنت عايز توصل لها." فأنا الكلام بالنسبة لي خضّني جدًا، يعني المفروض إني أبقى قاعد ضحكة كده، أنا قاعد ميت من الرعب. فاحنا خلاص بقى بنسلم على دكتور رامي عشان نروح، فبنسلم عليه، فدكتور رامي سلم عليا قال لي فرصه سعيده حاجه كده، وقال له بقول لك ايه لما اعينك مش عايزك فخلاص بقى اللي هو احنا خلاص ماشيين، وانا ماشي مروحين الواد عمال يواسي فيا ويقول لي معلش وهتتوفق في حاجه تانية وبتاع، وانا ماشي بقى محطم عمال خلاص هو اتقبل وانا ما اتقبلتش، فانا ماشي عمال اقول له يا عم مش مشكله عادي ان شاء الله هتظبط في حاجه غيرها. بعدين الاتش ار كلموني ف... فبتقول لي انت كنت عملت انترفيو مش فاكر من يومين او من 3 ايام كده في ريكفري سيتي. فبقول لها قالت لي قلت لها انا اسمي محمود حسام، قالت لي دكتور محمود. فانا قلت يمكن حصل لخبطه في الاسامي، فرحت هناك فمستنيهم يشوفوني يقولوا لي لا استنى احنا كنا عايزين التاني مش انت. بس الحمد لله يعني ممكن اكون لحد دلوقتي انا في مكان حد تاني يعني، فانا اسف هو مش فاكر كان اسمه ايه. صراحة في أول لقاء انبهرت جدا بفكرة على الطبيعي أول ما عرفتها، وهي إن إزاي في حاجة تكنيكال أو حاجة ساينتفك علمية كبيرة جدا أنا ما كنتش أعرفها أصلا إن ممكن الألم ده يروح، أو في تكنيك ما معين يخلي الألم يروح في لحظتها. ده أول حاجة. تاني حاجة طريقة تقديم الفكرة نفسها، إزاي إن أنا هنزل الشارع وأقدم الدكتور أو أقدم الشخص على إنه معالج. والله انا كان عندي اوردر كده، نزلت مع الدكتور رامي اول مره، فنزلنا لقينا بنحط الستار كده في السياره معانا، وبعد كده اكتشفت حاجات تانية ان الدكتور نزل كده معاه سرير فرشه في الشارع، برضه انا واقف مش مستوعب ايه اللي بيحصل اصلا. لقيت بقى الدكتور رامي بصراحة شخصية مش شخصية يعني مش نيرد، اللي هو مش شخصية طبية بس، ومش مدي اهتمام للواقع مش الواقع للمجتمع اللي حواليه، اللي هو حسيت ان عنده رؤية في ازاي ان احنا نطور المجال الطبي وخصوصا العلاج الطبيعي في مصر. بصراحة انا استفدت منه كتير في اول يوم بالذات يعني في الكورس، ان حتة هل العلاج الطبيعي اصلا مهم للناس ان هي تدفع فيه فلوس وتخلي جزء من ميزانيتها رايح له، او يستاهل ان احنا ندفع له فلوس. بس فانا شدني وجهة نظره ان العلاج الطبيعي اصلا يعني مش واخد حقه في المجتمع المصري بالذات، والناس بتكسل او مش مقدره قيمته ان هي تخصص له جزء من الميزانيه لو هم تعبانين فعلا. واشتغلت في العياده وقعدت اتدرج في التدرج الوظيفي بسرعه جدا، كان دكتور رامي ورايا في كل حاجه ممكن ما تحصلش مع اي حد، ان دايما هو كان عامل عليا سبوت انا بشتغل قد ايه، انا استاهل ان انا اترقى، مش مهم انا بقالي كام سنه في العياده او كام شهر. اترقيت بسرعه جدا. بدانا الشغل في البروجكت ده بان دكتور رامي كلمني قال لي: يا محمود انا بحضر فكره كذا 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 ومحتاجك معايا. وانا يومها بالليل بعت له ريكورد، قلت له: يا دكتور بعد ما شفت الشغل، قلت له انا فخور ان انا موجود في بروجكت زي ده. اولا الفيجن بتاعته فيجن كبيره، ان انا ايه الهدف بتاعي؟ هل الهدف بتاعي شغل كوميرشال ولا انا ليا هدف كبير ورا الشغل ده؟ ثانيا انها فكره ما اتعملتش، فكانت حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا ابقى موجود في البروجكت ده. كان عندي كورس كنت عايز اخد اجازه عشان اروح احضر الكورس، فقدمت على اجازه فاترفضت، فرحت قلت لهم انا عايز امشي، قلت لهم مش هكمل في العياده. ف... فدكتور كريم سالني ايه الكورس اللي انت مهتم بيه اول درجه انت تسيب العياده وتمشي يعني، فقلت له كورس اخراج. ف يعني حسيت ان هو لقى حاجه كده فقال لي كورس اخراج. قعدت شويه كده وبعدين قال لي لا خلاص بلاش تمشي مش عارف ايه هنفكر ونرد عليك. بعدها بيومين تقريبا حاجه كده دكتور رامي جه قعد معايا واتكلمنا عن البروجكت وخلاص يعني كنت انا تمام 100% معاه. اتشرفت ان انا كنت من التيم اللي بيصور دكتور رامي، وحقيقي كانت تجربه جميله جدا، والكواليس كانت يعني اروع بكتير. فتلاقيت فيه سبح وسواك وحاجات كده، طب ده بيعمل ايه؟ طب ده دكتور. طب
فضلت برضه ايه مش عارف برضه ايه اللي بيحصل. وبعد كده اكتشفت ان في توعيه في الشارع ودكتور علاج طبيعي وبيكشف عن الناس في الشارع وكده. نور نور سمعت الطرقعه؟ سمعت. ده يا اخوانا نتيجه ان احنا قاعدين فاضيين. الله يبارك لك يا دكتور. نعمل جلسه لفريق تطوير ببلاش. كم يا دكتور؟ اوكي. انتوا اللي قاعدين والله فاكر. انا عارف يا باشا ان ده حق حقيقي. ما هداش ليه؟ ما انا نازل اعلم الناس الكلام ده. احكي لنا اصعب حاجه حصلت في التصوير. اصعب حاجه حصلت لي خلال التصوير ان احنا بنحط مجهود في كل خطوه بنتعب فيها جدا، وفي الاخر ممكن واحنا بنراجع انا ودكتور رامي فجاه ناخد قرار ان كل الشغل وكل التعب وكل المجهود ده هنلغيه ونبدا تاني من جديد. ده بيبقى قرار صعب جدا ان انت تضيع كل مجهودك وشغلك وتعبك وتبدا من جديد عشان في حاجه انت عايز توصل لها. ممكن أصعب حاجة إن الموضوع كان ريسكي شوية في الأول، فإحنا مش فاهمين المجتمع هيرياكت إزاي لحاجة زي كده. بس هي الفكرة من الأساس إحنا كلنا تمام موجودين 100% ومع دكتور 100%، بس أنا مش ضامن رد فعل الناس لما تشوف حاجة زي كده هتعمل إيه. اصعب حاجه ان احنا مثلا كنا نبقى مجهزين لمشهد معين، واحنا مثلا في حته في السيت اب عايزين نحافظ عليها او نبقى هي دي الراكور بتاعنا، فبنبقى عايزين نعمل دي احسن ودي نحافظ عليها، بس يعني كانت بتعدي يعني الحمد لله. اصعب حاجه في البروجكت ده كانت ايه هو البروجكت اصلا، يعني احنا هنعمل ايه. واحنا كان عندنا تصور مبدئي في الاول، وفي اخر البروجكت لما بدانا نصور كان التصور اختلف 180 درجه وعملنا حاجه تانية خالص، بس طلعت حلوه يعني. اصعب حاجه دي بقى يعني موقف كان وحش والله. الدكتور كان بيصور، رحنا كده فرشنا في حته، فالحته اللي احنا كنا فيها اكتشفنا اصلا المحل ده بتاع الديلر اصلا. وفجاه كده بصيت للدكتور وخدت العربيه وجريت والدكتور جري والموضوع كان صعب قوي يعني. بتجهز ازاي ليوم تصوير طويل؟ لما بعطل بديها شاي يعني. ما بننامش كويس، ما بنفطرش قبل ما ننزل، بننسى حاجات في البيت وبنرجع تاني البيت عشان نجيبها فبنتأخر حاجة انت زي كده بتجهز، طب يعني طب أيوه. ما لأ بتجهزش ازاي بقى؟ دي التجهيزات ده اللي أنا بعمله قبل يوم التصوير. والله اليوم بيبقى صعب جدا. ننزل يعني ان احنا نشوف مكان، الموضوع كان صعب اصلا. ممكن نلف مثلا ساعتين بالسياره عشان لحد ما نلاقي مكان، واماكن طبعا بعيده جدا يعني. والله يعني اولا الحاجه دي بتعدي يعني ايه بالروح اللي معاك والتيم اللي معاك. بعد كده نبتدي نوزع الشغل على بعض بحيث ان ايه محدش مثلا يبقى واقف كتير، محدش يبقى عليه الضغط اكتر، فبنعدي الموضوع يعني ايه كتيم الكاست كله عامه. من الساعة 10 بالليل تقريبا لحد الساعة 3 الفجر بسهر اقعد اتحايل على دكتور رامي ان يا دكتور رامي كفاية شغل كده، عايزين ننام، عندنا تصوير بكرة المفروض يكون شكلنا فريش وكده. ودكتور رامي لا انا ورايا شغل مش هنام الا لما اخلص، وننام بقى الساعة 5 6 نصحى الساعة 9 نبدأ تصوير. بنسى أي حاجة في البيت فمحمود شادي يتصل بيا معاك كذا كذا، أقول له لأ تمام أنا راجع أجيبها، أرجع أجيبها وبوصل متأخر ساعتين مثلا، فكنت بمشي المشوار مرة ونص تقريبا عشان ألحق هو لازم. شادي كان بيقول على حتة التأخير في إن إحنا بنسهر نتأخر وكده، مثلا نكون مع دكتور رامي في الاستوديو أو في العيادة لحد مثلا الساعة 1 2 الفجر مثلا، فبروح بيتي أروح على الساعة 3 وفي الطريق بكلم دكتور رامي بيبعت لي حاجة وببعت له حاجة، بنتناقش في الشغل اللي خلصناه بنشوف هنعمل إيه بكرة كل الحاجات دي. بعدين بوصل فمثلا خلاص الكلام بيخلص الساعة 3 ببعت له وخلاص، وتقريبا دكتور رامي ينام فبنام واصحى مثلا الساعة 6 أو 5 يعني على حسب الدنيا فيها إيه. فباصحى ألاقيه باعت لي مثلًا بعد ما أنا نمت بنُص ساعة، فيبقى هو بعت لي وينام، أبعت له أرُد عليه مثلًا الساعة 6 ألاقيه يرُد عليّا 6:15 عادي. أرُد عليه فهو ما نامش لمّا أنا نمت، فاللي هو من 3 ل6 وبعدين من 6 لحد آخر اليوم يفضل صاحي عادي. أنا مش فاهم هو بينام إمتى بصراحة، يعني ما عنديش فكرة، بس أتمنى أعرف عشان أنام أنا كمان في الوقت ده عشان ما الحقش أنام. طيب ايه اكتر لقطه اخذت منك وقت علشان تطلع بالشكل اللي في دماغك؟ بصراحة مفيش لقطة ما خدتش وقت، يعني ما افتكرش لقطة معينة بعينها، بس كل حاجة قبل ما بنبدأها بنقعد نذاكر كتير جدا، في نص الشغل بنتعب كتير جدا، بعد كده مونتاج واخراج. كل لقطة يعني خدت وقت كبير ومجهود كبير لان في هدف من البروجكت، احنا مش بنعمل اي حاجة وخلاص، بس بنكرره بصيغة تانية عشان قلنا هل وهل وهل. في مصر وفي الوطن العربي كله عندنا ناس عباقرة. مش هو سؤال واحد، هو سؤال واحد بس هم قلنا هل 3 مرات. حلوه دي. شوف يا ماشي. الإيديت بتاع الريلز
الايديت بتاع الريلز كنا عايزينه يطلع بشكل معين، بس الحمد لله يعني طلعناه بالشكل اللي احنا عايزينه، او حاجه اقرب حاجه اللي احنا كنا عايزينه. هي لسه ما نزلتش، حاجات في مفاجآت، انتظروا قريبا حاجات هتنزل ان شاء الله يعني. العلاج الطبيعي والأحداث السياسية، العلاج الطبيعي والأحداث التاريخية، العلاج الطبيعي والأحداث الاقتصادية، طبعا ده محتوى غني جدا وما شاء الله عليه دكتور رامي، يعني موسوعة في الموضوع ده، غير طبعا ان هو مؤثر جدا في المجال بتاعه في العلم بتاعه، بدليل ان هو محاضر كبير وبيدي كورسات بشكل منتشر وواسع جدا، وبيجي له ناس من كل أنحاء الجمهورية. فساينتفكلي هو كويس قوي، وفي نفس الوقت علميا هو كويس قوي. المحاور اللي اتبنى عليها المحتوى نفسه محاور كلها قوية جدا. ازاي حد من باك جراوند علمي او باك جراوند طبي يقدر يربط احداث تاريخيه، او يقدر يربط احداث سياسيه، او يقدر يربط احداث اقتصاديه بمحتوى طبي وعلمي، وفي نفس الوقت يقدم ده بشكل فيه لايت كوميدي. طبعا زي ما قلت من ساعة لما كنا بندور على مكان نصور فيه، ان احنا ما كناش لاقيين مكان مناسب، ان تلاقي مكان مناسب. وطبعا احنا بنتصور بسيارتين، سياره يمين وسياره شمال، فده كان موقف صعب يعني. ما كانش فيه لقطة محددة بالظبط، بس انت برضو مطلوب منك تحافظ دايما على روح البرنامج او روح البروجكت ده، فاي تغيير بسيط او اي حاجة بسيطة كانت بتفرق كتير. ان احنا عايزين دايما نحافظ على الموضوع كله كبروجكت، ما نطلعش خارج الفريم خالص اصلا. حصل لك مواقف كوميديه او محرجه اثناء الشغل؟ كتير يعني، بس انا محتفظ بيها لنفسي يعني. لا، هو لو الكوميديا كتير قوي بصراحة. يعني استاذ كريم يشهد على المواقف دي كتير جدا يعني. كنا بنفصل حقيقي ورا الكاميرات من كتر المواقف الكوميديه يعني. كتير بقى، بس مش هقدر اقول يعني. خسرني بقى خلاص. ما اعتقدش حصل موقف غير كوميديا او محرجه يعني، كل المواقف اللي حصلت كانت كوميديا او محرجه في اللوكيشن. بس في يوم كده، ده كان كل حاجه فيه تقريبا مش مظبوطه. هو اسمي يوم العفاريت، مش هقول غير كده يعني، بس ممكن حد تاني يوضح اكتر. حصل موقف يعني محمود حسام قال لكم هنت عليه، وهو غريب جدا، وهو مش كوميدي، هو مخيف. هو دكتور رامي الوحيد اللي كان قاعد يضحك. احنا كلنا كنا عايزين نروح، ان احنا بنصور فجأة معدات التصوير بتقفل لوحدها، فنتشيك هل معدات التصوير البطارية بتاعتها خلصت، تطلع لا، ده في حد داس على الزرار قفل المعد. قال لا، طب رجع لي الكاميرا، تطلع هي فصلت في وقت بين ركة وركة. فالموضوع كان مرعب جدا يعني، الكاميرات بتصور مش جايبة مين اللي قفل، هي بتفصل كده فجأة. فكان يوم مخيف جدا، واحنا وسط ما احنا خايفين وشغلنا قرآن بقى، واللي شغل المعوذتين واللي الرقية الشرعية، ودكتور رامي قاعد على الكرسي ميت من الضحك علينا. بتتعامل ازاي مع الوقت والتصوير تحت ضغط؟ اهم حاجه ان انا اكون نايم بدري، واكون نايم كويس، واصحى طبعا اشرب قهوتي واتعامل مع اليوم بقى. بصراحة احنا بنشتغل لوقت طويل جدا يعني، غير الوقت اللي بنحضر قبلها بيوم. احنا في يوم التصوير تقريبا بنشتغل احيانا 12 ساعة و13 ساعة و14 ساعة. فكل مشتقات الكافيين، قهوة، شاي، مشروبات طاقة، اي حاجة تخلينا صاحيين يعني. يعني بحاول اخلص الحاجات السهله اللي انا اقدر اخلصها الاول، وبسيب الصعب للاخر. برضو انا ما بحسش بالموضوع ده غير لما بيعدي يعني، ما بكونش مدرك قد ايه ان مطلوب مننا حاجات كتير نخلصها وكلها تخلص يعني بشكل كويس جدا. فبعد ما بتعدي بقى برجع بقى بالسيناريو اللي هو طب ازاي كل ده اصلا حصل، ويعني حصل باجمل صوره. فدي حاجه يعني بتوفيق ربنا. بيكون مطلوب مننا نصور عدد معين من الحلقات في وقت معين، فساعات نكون اتأخرنا شوية في حلقة معينة، فلازم، مش عايز أقول نكروت، بس لازم نسرع شوية في الحلقة اللي بعدها. فبنحاول نمانج الموضوع أكتر، وأوقات بنطلب وقت زيادة، أوقات ما بيكونش فيه وقت، بس بنحاول طول الوقت إن إحنا نحافظ على الحالة الذهنية لينا ريلاكسد كده، عشان ما نفقدش أعصابنا. الدكتور رامي أكتر حد لازم يعمل كده عشان هو اللي قدام الكاميرا. ايه المعده اللي مستحيل تستغنى عنها في الشنطه؟ اظن الموبايل والمايك طبعا، يعني الاثنين دول اهم حاجتين. حاجات كتير، بس الشاحن وعلى طول بنساه، عشان موبايلي بيفصل كتير قوي، كتير جدا يعني. موبايلي فاصل، هو فاصل دلوقتي يعني، لو طلعت موبايلي هلاقيه فاصل عشان انا مجبتش الشاحن النهارده. فيعني نفسي والله العظيم نفسي نفسي اجيب الشاحن وانا نازل في مره. بس وانا بعتذر لكل الناس اللي كلموني ما ردتش عليهم، والله موبايلي فاصل، انا اسف، او سايلنت. المعدات اللي انا مستحيل استغنى عنها في شنطتي، بالذات ان انا iOS يوزر، هي الكليب بورد، وطبعا الباور بانك. الكاميرا يعني، كاميرا مان بقى وكده. كدكتور علاج طبيعي حزام موليجان طبعا. كواحد يعني عندي شركه ماركتنج، الموبايل بتاعي.
إيه أكتر جزء في الproject ده حسيت إن أنت كان لازم تدّي فيه مجهود مضاعف علشان يطلع بالشكل اللي دكتور رامي متخيّله؟ لأ، حاجات كتير فعلًا. الدكتور رامي عنده رؤية معيّنة، هو عايز الموضوع يطلع بالرؤية دي، فأنا بيكون عندي رأي وشادي يكون عنده رأي ودكتور رامي عنده رأي، فنقعد نتناقش وأنا عايز أعمل كذا وهو عايز يعمل كذا، كل واحد عايز يعمل حاجة، في الآخر بنجرّب ال3. فدكتور رامي دايمًا رؤيته بتطلع هي اللي شكلها حلو في الآخر. ساعات هو بيقول لأ خلاص تمام يا جماعة نجرّب اللي أنتم بتقولوه يطلع فعلًا شكله حلو، بس معظم الوقت اللي هو فعلًا اللي هو بيقول عليه هو اللي بيطلع شكله ألذ في الآخر يعني، وده بشهادتي وبشهادة محمود شادي طبعًا. بس الأكتر جزء كان بالنسبة لي كان فيه مجهود كان المونتاج، يعني عبد الرحمن ربنا يكرمه وتعب معانا أوي. الcontent بتاع الحلقات نفسها، فبصراحة بس الدكتور رامي كان هو والدكتور محمود شادي بصراحة كانوا عاملين مجهود كبير يعني، وكانوا بيعرضوا علينا الcontent أول بأول، فإحنا كنا بس بنقترح حاجات، بنحاول نعمل رتوش بسيطة يعني، بس العمل طلع perfect في الآخر ما شاء الله. ازاي هنصور الدكتور من غير ما الناس تاخد بالها؟ طبعا تحمست جدا لفكره على الطبيعي، لان صناعه المحتوى دلوقتي ما بقتش مجرد رفاهيه، لا ده حاجه ضروريه. خلاص احنا داخلين على عصر التلفزيون بينتهي فيه، والميديا وصناعه الاعلام بتتغير بشكل كبير قوي. السوشيال ميديا كلها سنين قليله جدا ومبقاش فيه اي حاجه تاني غير السوشيال ميديا فقط. كل جزء خد مننا زي ما قلت وقت كبير ومجهود كبير جدا من الاول خالص لحد ما وصلنا للفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها على البلاتفورمز. بس متهيألي ان هم اللي بيبذلوا مجهود كبير قوي معايا، يعني انا شهرتي في البروجكت ده محمود لا، يعني انا اللي بعترض على كل حاجه، فربنا يكون في عونك. والproject ده غيّر في طريقة شغلك أو تفكيرك في التصوير إزاي؟ والله يعني علّمني إن مش كل حاجة في نفس المجال ده ممكن تحصل بالصورة الكاملة، يعني إحنا ممكن نطلع برّه الframe عشان نشوف الصورة أوضح أو نشوف تفاصيل أكتر يعني إن إحنا إيه، نمشي عليها أو أفكار جديدة. أو دكتور رامي طبعًا علّمنا يعني حتّة إن إحنا كteam work كان حاجة مهمة جدًا، ويعني جمّعنا على تفاصيل خارج التصوير كانت مهمة أوي إن إحنا نكون ماشيين عليها يعني. خلاني انفذ اي كادر انا عايزه مهما كانت الصعوبات. إن أي مجال حتى لو كان مجال طبي محتاج حد كده يكون pioneer فيه، يعرف يوصّل أهمية المجال ده للناس، لإن أي مجال لو ما اتضخّش فيه كمية استثمارات لازمة أو كمية استثمارات كفاية هيقف محله مش هيتطوّر. فأنا بأمل بصراحة إن بنهاية الproject ده يعني الناس تقدّر أكتر قيمة العلاج الطبيعي وقيمة الصحة عمومًا في مصر، وده طبعًا هيعود بشكل أفضل على الأطباء، فيقدّموا خدمة أفضل. فتابعوا الحلقات وأنتم تعرفوا أهمية العلاج الطبيعي يعني. كلنا مسؤولين بشكل أو بآخر على وجود محتوى قوي ومحتوى جيد والناس تشوفه والناس تحبه وتتابعه، أفضل من انتشار المحتوى الغير جيد. وجود محتوى جيد هو اللي بيخلي المحتوى السيء محدش يشوفه، أو المحتوى الغير مهم أو التافه محدش يشوفه. فاحنا كلنا علينا مسؤولية في مشاركة إن احنا نعمل المحتوى ده. فأنا لقيت في على الطبيعي ضلتي، أو لقيت في على الطبيعي الفرصة إن أنا أقدر أساهم في صناعة محتوى جيد، أو إن أنا أعرف أخلي في effort من عندي ان انا اعمل محتوى، لان انا ما عنديش وقت اطلاقا ان انا اعمل محتوى. فجات لي الفرصه ان الدكتور رامي متشجع وعنده الجرأه وقدر يكسر حاجز الكاميرا ويقدم المحتوى ده. البروجكت ده غير في طريقه تفكيري وطريقه شغلي كتير جدا، يعني انا مفيش حد اشتغلت معاه غير وهو شخص موهوب جدا وشاطر في الحاجه اللي هو بيعملها. بس اكتر حاجه يعني فرقت معايا في شخصيتي هي ان انا زي ما قلت لكم انا اسمي محمود لا، بعترض براحتي، بقول لا زي ما انا عايز. انك تشتغل مع حد هو اوريدي واثق في نفسه ومش شخص ديكتاتور، هو في الاول وفي الاخر عايز البروجكت يطلع باحسن صوره ممكنه، فبيسمع الراي كامل، ولو الراي ده هو حس ان هو الاقرب هو بيعمله. ودي حاجه ما تطلعش من اي حد، يعني اي حد شغال هو في بوزيشن عالي او اعلى بوزيشن هو بيبقى عايز دايما انا رايي هو اللي يمشي، انا اللي اقول الكلمه دي تمشي، انا محدش ليه راي بعد رايي. فان انت تشتغل مع حد هو عنده من الثقافه ان هو يسمعك، يديك الفرصه تتكلم ويسمعك، ولو رايك تمام هو الراي اللي ناخد بيه، دي حاجه يعني غيرت من المينتاليتي بتاعتي. مش في التصوير بس أو مش في الproject ده بس، هو في الحياة عمومًا. دكتور رامي حد مُصِر جدًا، جدًا، جدًا إن هو يوصل، حتى لو يعني في حاجات كتير أوي مشاكل، في حاجات ما عرفناش نحلها، وفي حاجات خلاص الحلقة المفروض بُكرة هتنزل وإحنا قاعدين مثلًا الساعة 02:00 أو 01:00 وما فيش حل، ما لهاش حل، وإحنا قاعدين خلاص الموضوع انتهى. دكتور رامي يقول طب استنى، طب سيبوني لوحدي شوية، يدخل يقعد لوحده شوية يخرج، أنا معايا حل. الحل إيه؟ هنعمل كذا، 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 تطلع حاجة شكلها أحلى من اللي إحنا كنا عايزين نعمله في الأساس أصلًا. فحصل في حاجات كتير يعني.
غير كده هو ستيل حتة الكرياتيفيتي إن أنا أكون عندي فكرة من الأساس، فكرة إن أنا بخرج عن الطريقة التقليدية بتاعة العلاج الطبيعي. أنا عندي عيادة شغال فيها، ناس بيجوا بيعملوا كذا اللي هو كل الناس أو ناس كتير يعني عارفوا يعملوها. الفكرة بقى بتاعة لأ أنا عايز أعمل حاجة محدش عملها قبل كده. فإحنا أصلا إحنا عايشين بقالنا كام سنة عشان أخترع حاجة ما اتعملتش. فهو لأ دكتور رامي ما شاء الله عنده الفكرة دي، وأكيد يعني متأكد 1,000,000% إن هو عنده أفكار تانية لسه. انتظروا برضه كل جديد، هنفاجئكم إن شاء الله في 2026. رسالتي من خلال على الطبيعي ان اي حد قادر يعمل محتوى باي شكل ممكن يعمله. دلوقتي الادوات الجديده ما بخلتش اي حد يبقى عنده حجه. انا شخصيا في الفيديو اللي انتم شايفينه دلوقتي ده مش حقيقي، انا ذكاء اصطناعي، والبدله اللي انا لابسها دي مش حقيقيه، ولكن احنا الحمد لله بقى عندنا ادوات وربنا وفر لنا ان احنا نقدر نطلع محتوى بشكل مختلف عن الاجيال القديمه. حقيقي بجد انا مش معاهم في اللوكيشن ومش مصور معاهم ومش موجود معاهم في نفس المكان اللي هم موجودين فيه، وفي نفس الوقت برضو انا مش في استوديو ولا بصور ولا اي حاجه، كل ده ذكاء اصطناعي. حقيقي انا حابب اشكر دكتور رامي جدا ان هو اتاح لي ان انا ارجع تاني لصناعه المحتوى بشكل او باخر، او ان انا اساهم في ده. وفي نفس الوقت برضو حابب اشكره ان هو قدر يعرفني على حاجه انا كنت عمري ما اعرفها، جزء العلاج الطبيعي نفسه، وقدر برضو يخليني ارجع تاني اشتغل في صناعه المحتوى بعد ما كنت خلاص سبتها من فتره طويله وانشغلت بالماركتينج والدنيا والبيزنس وكده. فشكرا جزيلا ليه. خلينا نبدأ من البداية، الفكرة نفسها جات لك إمتى وكنت فين وقتها؟